الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الجلاش الحلو. قبل ما ابدا الفيديو عايز اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتتابع القناه، وربنا يوفق الجميع. بصي يا ستي، انا عندي لفه جلاش اهي، ماشي. هنقسمها نصين. لو انت عايزه تحطي فيها مكسرات حطيها، انا مش هحط فيها مكسرات، ماشي. هنقسمها نص كده. هعملها بابسط طريقه. بصوا انا قسمتها نصين اهي. طبعا اعملها بابسط طريقه. لو انت عندك اللي هي المكسرات هتفرشي، تحطي المكسرات كده وتحطيها، لكن انا مش هحط. بصي انا هلفها كده قدامكم بالمنظر ده كده. هنلف كده اهو. طبعا لو عندك بقى على الرخامه او الترابيزه بتبقى اسهل، عشان تبقى ماسكه ايدك بالمنظر ده كده اهو كده. هنمسك بقى اول حاجه نطلع الحته دي، ماشي، لقدام. هنعملها مثلثات بالمنظر ده كده. ونمسك الصينيه كده ونرص فيها كده، ماشي. نمسك كده نحطها في الصينيه سمنه، ماشي. هنحط كده طبعا دي مثلثات ونقطع. بس السكينه تكون حاميه عشان تطلع لك حته واحده. طبعا انا بعمل للبنات المبتدئين عشان تكون حاجات سهله قدامك، ماشي. ورصها كده في الصينيه. هنقطع بقى ونيجي مع بعض كده بعد ما خلصنا. طبعا الحاجات اللي انا طلعتها حاطها برده على جنب كده، مش هرمي حاجه عشان حرام. بصوا ادي سمنه اهي. هنجيب بقى بيكنج باودر، هنحط معلقه فيها منها قصدي. هنحطها على السمنه كده نقلبها. وهنجيب كمان شويه لبن، وهنقلب كده كله مع بعضيه. البيكنج باودر يا جماعه عشان تخليها لك منفوشه، تبقى منفوشه من جوه كده، ما تبقاش واللبن كمان عشان يطريها من جوه، ما تبقاش ناشفه قوي. هنمسك بقى كده ونحط كده على الجلاش كله كده، وبعد كده ندخلها الفرن. بصوا بعد ما غرقناها السمنه كده واللبن والبيكنج باودر، هندخلها في الفرن ونيجي مع بعض. كده خلصنا. هنحط بقى الشربات بقى تقيل، ماشي. ونسقيها بقى كده كده، اسهل لكل البنات طبعا المبتدئين، ماشي. لو عايزه تحشيها احشيها زي ما انت عايزه. انا عاملاها ساده، وبألف هنا وشفا.